الحل اليوم. ويقول ضيفي هنا في الاستوديو: الحق حق ولو طال الزمن ولا شيء يتغير. وحتى كلامك بأن المعطيات تغير والتوازنات تغيرت هذا كلام مردود عليه. دكتور منار سليمي، ردك على ضيفي، تفضل. هذا ليس كلاما علميا، بمعنى أنني يفترض أن أناقش ودعني أتحدث. هذا ليس كلاما علميا، هذه عبارة عن مقولات عامة. أولا أوضح، أنا تحدثت عن خطاب الجزائر في الجمعية العامة وليس توصيات الجمعية العامة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذين يعرفون القانون الدولي جيدا، هناك العديد من المبادئ التي تغيرت إلى درجة أنه في لحظة معينة مثلا كان هناك نقاش أعطيك مثال حول مسألة تقرير المصير فقد تغير. كان هناك نقاش، إذا كنت تعرف جيدا أرشيف الأمم المتحدة، كان هناك نقاش من أجل أن يتم تجاوز مجموعة من المعطيات. وأعطيك قاعدة في القانون تقول، في القاعدة تقول بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تغير أحيانا محتوى القواعد. أنتم لا زلتم تتحدثون عن توصية قديمة. لا توجد دعني أكمل. لا تقاطع حتى يكمل فكرته، وكما سمح لك بأن تكمل فكرتك. ترتكب أخطاء سيد منار سليمي، لأنك ترتكب أخطاء في القانون الدولي، ترتكب أخطاء ويجب أن أصحح لك. لما تقول ليس هناك صحراوي، أعطيك مثال واحد فقط. اليوم هناك صحراوي ينظم البطولة الإفريقية، اسمع لي، من الأراضي المغربية الجنوبية، ينظم البطولة الإفريقية لكرة اليد. أعطيك الاسم: العدلي الحنفي من السمارة. اعطيني أنت، وتقول لما تتحدث بهذا الشكل الكليات، وهذا خطأ معروف. أنت أستاذ ويجب أن يكون هناك نوع، بمعنى في كلماتك وأحكامك لا تتحدث بالعموميات. سيد منار سليمي يقول أن هذا حق. أنتم لديكم ملف واحد. أي سيد منار سليمي، حتى ربما وجه دفة الحديث، يقول أن هذا الحق نص عليه قرار أممي لمجلس الأمن، ومهما طال الزمن فلا يتغير حتى ولكن تغيرت التوازنات الدولية. أنا أطلب منه العودة إلى آخر القرارات، بمعنى اليوم في إفريقيا الجزائر وموغابي هم الذين يرددون هذا الخطاب فقط. آخر القرارات أعطيه القرار 23 51 ليعد ويقرأه جيدا، وتقرير الأمين العام. أنا أتحدث هنا وأمامه الحجج ويمكن أن يرد علي إذا كنت خاطئ. لست خاطئ. الأمين العام قال بأن تقرير المصير بالطريقة القديمة بات مرفوضا. جيد. ويجب البحث عن آليات أخرى. ثم القرار 23 51 لا وجود لمصطلح تقرير المصير أو شيء آخر. تقرير المصير بالطريقة القديمة أصبح مرفوضا. يقول، وهذا ربما الكلام منسوب إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حاليا وفق ما يقوله ضيفي. ويقول أيضا ضيفي في كتاباته أنه سيكون من الصعب اليوم على البوليساريو والجزائر الاستمرار في الضغط على المغرب بآلية تقرير المصير المقرون بالاستفتاء. تقرير المصير بمعناه الكلاسيكي انتهى. الله أعلم أننا لسنا متفقين في المرجعية. هي الآن تحديد المرجعية ويتكلم عن القانون الدولي الذي لا يفقهه. ليس لك مرجعية. لا يفقه. لا دكتور خليف، نبقى نحافظ على مستوى من الحديث. لا تكلم وقال بأنني لا أفقه ولم تجبه. لم أسمع. أنا أعتذر منك. لا سمعته. لا أنا أعتذر منك. لا أنا أعتذر منك. وحقيقة دكتور زيدان خليف، لحظة فقط تسمح لي، حقيقة لم أسمع. لأنه في أحيانا ما ضيعوش الوقت. أحيانا ده اتصالات من الغرفة الفنية. أنا أعتذر منك إن قال، وأرجو منك سيدي عذرك مقبول. خلينا نكمل النقاش. سيد منار سليمي، أطلب منك أن تسحب كلامك. ما تفهمين. المهم ليس صحيح. أنا قلت بأنه لا يتحدث بلغة القانون الدولي. هذا سأتكلم لك بلغة القانون. لا يتحدث. قلت بأنه لا يتحدث بالمرجعية. يقول تقرير المصير عادي. اطلب مني المعذرة بعد. خلينا نكمل. تقرير المصير بمعناه الكلاسيكي لم يعد قائما. المهم تقرير المصير كلاسيكي أو غير كلاسيكي، نحن مرجعيتنا الجمعية الأممية ومجلس الأمن. مجلس الأمن الآن يدفع أموال إلى المينورسو التي ستصهر على هذا الاستفتاء. الآن في صلب مهمات، في صلب هي اسمها المينورسو للاستفتاء بور هي الريفيراندوم. هي اسمها الريفيراندوم، الاسم نتاعها ريفيراندوم. يقول أن الأمور تغيرت اليوم. الأمور تغيرت. هل تغير قرار مجلس الأمن الذي كل عام في أبريل يمدد إلى المينورسو؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أريد أن أسأل الأستاذ ما هي الخريطة التي وضعها محمد السادس عند رجوعه إلى الاتحاد الأفريقي؟ ألم تكن من طنجة إلى الطاح، والطاح هي آخر نقطة
هي في حدود المغرب 1956 عندما دخل محمد السادس وطلب عضويته في في جمعية الأمم الاتحاد الأفريقي، وضع هذه الخارطة، لأن من مبادئ الاتحاد الأفريقي ألا تحرك الحدود التي ورثت عن الاستعمار، ومحمد السادس وضع هذه الخريطة. الشيء الثاني، إذا أردتم أن تأخذوا الصحراء وإذا أخذتموها فالجزائريون هم الذين يدفعون ثمن العرس، فلماذا لا تطالبون ب6 مناطق محتلة من الإسبان، بسبتة ومليليا وجزر ليلى وكل هذه الأماكن التي محتلة من الإسبان؟ لأن الصحراء الغربية قرار المغرب فيها ليس سياديا، هو بدافع من الأوروبا حتى يصل يوما أن لا تكون دولة قد تخرج عن نطاق وقد لا تتلبى مع الدول. تطرقت إلى نقاط عديدة لن ألخصها للدكتور منار سليمي يجيبك على كل ما ذهبت إليه دكتور زيدان خليف. تفضل سيد منار سليمي. أولا النقطة المتعلقة بالاتحاد الإفريقي وبيننا الحجج أدعوه إلى العودة إلى الوثيقة، لا يتحدث نيابة عن الدول الأخرى. الجزائر وحدها هي التي طرحت مسألة الحدود الموروثة على الاستعمار، وسأقول له لماذا. مسألة الخريطة لا أعرف من أين أتى بهذه المعلومة، ليست صحيحة ولا يجب أن نكذب عن المشاهدين. مكتوبة على الاتحاد الأفريقي، مكتوب على الاتحاد الافريقي. انا ادعو المشاهدين بالعوده الى الوثيقه. الجزائر وحدها التي تحدث. ولماذا تتحدث عن الحدود الموروثه على الاستعمار؟ وهنا اجيبك عن قضيه سبته ومليليا. الجزائر تتحدث عن الحدود الموروثه على الاستعمار لانها تخاف من ان يطرح المغرب مساله الصحراء الشرقيه، وهناك مغاربه لديهم اراضي اخذتها الجزائر ووثقوا هذه الأراضي، ويمكن أن تذهب وتقع عند موثقين فرنسيين. موجودة هذه الدولة العثمانية، لا تنسى تراب الدولة العثمانية، لأن الجزائر كانت عثمانية. أنا أتحدث هنا موجودة الوثائق وموثقة عند الفرنسيين، وفي يوم ما ستسمح الدولة لهؤلاء الأشخاص بأن يرفعوا دعاوى أمام المحاكم الفرنسية ضد الجزائر. أتمنى أن أكون حاضرا وتكون حاضرا لأنها لا توجد. كيف يعقل أن تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار وفي نفس الوقت تتحدث عن حق تقرير المصير؟ أنت تعرف أي نعم، تقرير المصير منطقة أنت مرة أخرى أذكرك بأنك أستاذ، لا يجب أن نتمسك بالشيء ونقيضه. مسألة أخرى وهي لما تتحدث أدعوك قلت بالعودة إلى وثائق الاتحاد الإفريقي، لأن مسألة الاتحاد الإفريقي جعلت الجزائر بمعنى أنها تدخل هذه المرحلة. ما هي الخريطة؟ أجبني عن الخريطة. الخريطة كاملة موجودة. أعطيني كاملة. أعطيني كاملة. بمعنى يقول تشمل الصحراء الغربية. أنا أعطيك الوثيقة موجودة. والجزائر تنزل جنوب إفريقيا. حتى لا نتوقف عند نقطة واحدة سيد منار سليمي. ليست معلومة صحيحة، لا يجب أن نكذب على المشاهدين. هي موضوعة في الاتحاد الأفريقي وعلى كل مشاهد يراها، فهي من طنجة إلى الضعف. ما الذي تقصده؟ بمعنى أنه اعتراف من المغرب بطبيعة الحال. هي من القوانين الملزمة في الاتحاد الأفريقي أن دخول أي دولة عليها أن تعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار بعد الاستقلال. دعه يجيبك. المغرب اعترف بهذه الحدود الموروثة بعد الاستقلال أولا. يقول ثانيا أن مسألة تقرير المصير هي في صلب بعثة المينورسو وحتى في اسمها دكتور منار سليمي، بمعنى أن تقرير المصير بما معناه الكلاسيكي الذي اعتبرته أنت بات مرفوضا ما زال قائما. أجبه على هذه النقطة تحديدا لأن الوقت داهمنا وقد نختم بعد دقيقتين. النقطة الأولى المتعلقة بالحدود الموروثة على الاستعمار طرحت الجزائر وحدها، وقلت لماذا، وأتحداه وأمامنا الزمن أن يأتي بهذه الخريطة التي يتحدث عنها، غير موجودة نهائيا. المغرب دخل بدون تحفظات وهذا واضح، والأرشيف موجود وكل الوثائق هي موجودة. المسألة الثانية لما يتحدث عن القوات الأممية، فالكل يعرف بأن الأمم المتحدة تجاوزت فكرة الاستفتاء. اليوم هناك الحكم الذاتي الذي هو موجود على طاولة المفاوضات. عود إلى القرارات. كلمني على سبتة ومليليا. يقول الأمم المتحدة تجاوزت فكرة الاستفتاء. نضع على سبتة ومليليا حلقة أخرى وندخل معها الصحراء الشرقية. أرجوك. يقول الأمم المتحدة نفس المبدأ. مبدأ سبتة ومليليا وجزر ليلى ما هو موقف المخزن منها فقط. الأمم المتحدة تجاوزت فكرة الاستفتاء. فيها الريفيراندوم كيفاش المينورسو. هذا ما يقوله لك، أجب على هذه النقطة.
حدثني عن الصحراء الغربية. إذا تجاوزت الأمم المتحدة فعليها أن تغير قرار صادر من مجلس الأمن وأن تنزع المينورسو. ما دام كل في شهر أبريل هناك تمديد للمينورسو وتجديد لما يسمى بمهمتها، فالاستفتاء قائما لأن الاحتلال قائما. وقلت إذا احتلت المغرب الأرض فإنها لا تحتل القلوب. والشيء الآخر أني ما أخشى ما أخشاه، والآن هناك ورقة في يد المغاربة، لأن المغاربة الذين يحكمون العيون والذين يمثلون المخزن في العيون هم من قبيلة الرقيبات، والذين في البوليزاريو هم من قبيلة الرقيبات، وهذه في حد ذاتها وحدة. فعليهم أن يدخلوا في مفاوضات حتى وإن كانت سرية وبعيدة عن الكاميرات ليجدوا حلا لهذا. لأن كلمة أخيرة فقط، لأن هذا الموقف والتعفن، وأقولها اليوم، أن غوتيريز قبل ما يخرج من مهمته سيحل المشكل الصحراوي، ولكن نريد أن نحله نحن.